السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شه. النهاردة يومنا كله خير وبركة ورزق من عند ربنا ان شاء الله. بس الاول لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب مطبخ شهد. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. النهاردة كده جيت البيت اللي فيه طبعا الطيور، وحبيت كده اعمل معاكم روتين كده على السريع. واول ما بدأت كده حبيت اكل طيوري. وهنا كنت اكلت خلاص الكبار. وطبعا ما تستغربوش القطط عايشة معانا في البيت ده كده. الطيور بتاكل منه، هم بياكلوا منه عادي جدا. وبعد كده جبت البط الصغير سيبته بقى في المكان ده كنسته. ودخلت الطيور الكبيرة وجبت البط كده علشان انا هقعد كده اعمل ايه، شوية نشاط جنب البط كده. وهنشوف احنا هنعمل ايه. خلاص سيبت البط طبعا وسيبته بقى ياكل ويشرب ويجري في المكان كده وياخد راحته. وتعالوا بينا نشوف احنا هنعمل ايه كده جنب البط. طبعا جبت الحصيرة بتاعتي وبدأت ان افردها كده. طبعا الحصيرة اللي بتقدم عندي في الشقة باخدها كده واديها البيت ده وبنقعد عليها وبنفردها. وهنا بعد ما فردتها جبت البرميل المحترم بتاعي ده كده. طبعا البراميل دي ما اقدرش استغنى عنها ابدا، علشان الفيران والحاجات ديت ما تدخلش البراميل. كل برميل كده يبقى مقفول عليه غطاه وكله تمام. وبدأت هنا كده. طبعا ده رز ابيض كان ابو شهد مبيضهن الله يديه الصحة. طبعا كلكم عارفين وعارفين انا عملت حصاد الارز من زمان. ولما احتاجنا بقى خدنا ايه وبيضنا. وجبت كده الشكاير. طبعا الشكارة دي كانت مليانة زي البيضة اللي ايه كنت بنفضها كده. بس كنت بصراحة يعني مشغولة، وكنت كل ما اعوز اخد كده وخلاص. ادخل ايدي في الشكارة كده واخد. فانا قلت ليه بقى، طيب ما اجيب بقى كده اتسلى. طبعا كل ما اخلص شغل كده اجيب شوية الرز وابدا ان ايه اعمل فيهم ايه، ابدا ان انقيهم كده وانضفهم. طبعا جبت الغربال بتاعي وغربلت كده شوية على قد ايه كمية الغربال ما تاخد يعني. وبعد كده جبت الصينية الحلوة بتاعتي ديت وبدات ان انا ايه انسف عليها الرز. يعني ايه انسف عليها الرز؟ اطلع منه السرسة، اللي هي السرسة اللي هي بتكون قشرة الرز اللي بتكون صفر عليه. طبعا انا يعني في ناس فاهمه في الارياف زيي وعايشه في الارياف وفاهمه، وفي ناس ماهيش عارفه. فطبعا انا بنسفه كده، بطلع العفره منه، بطلع السرسه وبنقي الحسوايه اللي هي الطينه منه. ليه بقى؟ لان ده رز بلدي بيكون في شكاير الارز اللي احنا عملناها في الارض معاكم قبل كده. وطبعا بنسفه كده. لو انا رافعه النقاب طبعا بنفخ العفره كده، لكن عشان انا لابسه النقاب فانا بحاول ان انا بعمله بايدي كده يعني، وبقول لكم اهوت. وببدا ان انقي الحسوايه. العفرايه حبايه رز شعير فايته بناخدها وبنقيها. وطبعا جبت طشتي معايا وبحط فيه. ولما اخلص كل كميه الرز هبدا بقى بعد كده اخدها واعبيها في البرميل. وان شاء الله لما اجي كل ما اجي اسوي الرز طبعا هاخده لفة كده على السريع بإيدي كده، بيكون سهل وبسيط. وتاخدي بقى مشغولة في مشوار قمت كده يعني قامت كده في دماغك وفجأة تعملي محشي هتلاقيه نظيف وهتلاقيه جاهز. وقت ما هتعوزيه هتلاقيه، بدل ما لسه بقى تجيبي من الشكارة وتنقي بياخد وقت طبعا. على ما بيكون جاهز تسحبيه. طبعا حبايبي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا انا كنت عملت معاكم الفيديو ده قبل كده، بس كنا في الصيف وفي الحر وكنا بنحتفظ بيه ازاي. يعني لو في فصل الصيف طبعا بنحط له ملح زي ما قلت لكم قبل كده، وبنحتفظ بيه علشان ما يجيوش فيه اي حشرات، لا سوسه ولا دوده ولا اي حاجه. طيب احنا في فصل الشتاء هنحط له ملح؟ لا، مش هنحط له اي حاجه، هو هنعبيه في البرميل على طول كده. لان طبعا الجو برد ومش محتاج ان احنا نحط له اي حاجة نحتفظ بيها. يعني هنعبيه في البرميل، هناخد منه جاهز، هنلفه لفة على السريع ويكون جاهز معانا الرز. نعمل محشي، نعمل رز معمر، نعمل صيادية سمك، نعمل اي حاجة يكون حاجتنا جاهزة عندنا ونرتاح فترة طويلة. طبعا كمية الرز ديت زي ما قلت لكم قبل كده بتكفيني 3 4 شهور اللهم بارك. وممكن تكون في الشتاء يعني 3 شهور، لان الشتاء يعني ايه الرز بيكون مستحب فيه شوية، والمكرونات عن الصيف طبعا بيكون اكله كله نواشف.
هخلص بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده كده. انا قربت لكم الكاميرا اهوت بوريكم ان الرز ما شاء الله، شايفين بعد ما بيتنسف بقى وبعد ما بيتنقى ما شاء الله الرز زي اللولي زي ما بنقول، وابيض وحلو وجميل، ما فيهوش لا حسوايه ولا قشرة رز ولا اي حاجة. هخلص بقى كل الكمية ديت، ولغاية هنا يكون الفيديو انتهى، واشوفكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.